السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي. ان شاء الله تكونوا كامله بخير، تكونوا بصحه جيده يا رب. خواتاتي ما تنساونيش بالجيم وما تنساونيش بالاشتراك في القناه، ويلا نبداو اول فيديو تاع الخياطه. خواتاتي راح ندير معكم اوس تاع بلاصه ونص، يعني فيها 80 العرض 80 والطول 190. واش نحتاج نوريكم اول حاجه كيفاش ترفدوا القياسات باش تعرفوا شحال راكم رايحين تشروا القماش. يلا انا راح نجيب لكم خواتاتي مطرح هكذا باش ترفدوا عليه القياسات. شوفوا اخواتي، ساهل ترفدوا القياس، صدقوني اسهل حاجه ترفدوها هي كي ترفدوا القياس. شوفوا كيف تبداو ترفدوا. نرفدوا ارتفاع، هذا هو الارتفاع اخواتي، هذا هو الارتفاع تاع المطرح. شوفوا انا ندي الارتفاع اللي هو هذا، ونزيد عرض تاع المطرح خواتاتي، نزيد العرض تاع المطرح، ارتفاع زائد العرض زائد الارتفاع، فهمتوني؟ يعني ندي هذه الجهه ونزيد هذه الجهه تاع العرض ونزيد الارتفاع هذا. يعني واش راح ندير انايا هنايا؟ واش عندي 80 سنتيم تاع العرض زائد الارتفاع، منا 20 ومن هي 20 خواتاتي، راكم تفهموني. ونزيدوا 20 سنتيم حق الخياطه وحق الاستيك، وباش لاوس تاعنا تدخل مليح يعني ندير 10 منا و10 في الجهه اللي من هي. يعني واش نحتاج؟ القماش ندير العرض تاع الماطله تاعي 80 زائد 20 زائد 20 من الجهه اللي من هي، ونزيدو 20 حق الخياطه وحق التوسيع خواتاتي. يعني نحتاج القماش شحال تخرج لي؟ 140. شوفوا اخواتي، ديروا العرض هو 80 زائد الارتفاع قلت لكم 20 في كل جهه خواتاتي، والطول 190. وانتوما رفدوا القياسات نتاع الماطله نتاعكم، ونزيدوا لها 60 سنتيم قلت لكم 20 يعني 20 من الفوق. هتخيلوا هذا هو المطرح نتاعي، تخيلوا هذا هو المطرح. ندي ال20 تاع هذه، نزيد ال20 تاع هذه، فهمتوني اخواتي؟ نزيد هنايا طول تاع المطرح نتاعي، ونزيدوا 20 حق الخياطه وحق التوسيع تاع الماطله نتاعنا. هكذا اخواتاتي دوك نروحوا نطبقوا في القماش. والمخده نخليها لكم نديرها لكم في نهار وخد اخر ان شاء الله. يعني القماش تاع لاوس وحدها بلا مخده واش نحتاجو؟ تاع 80 سنتيم، راني نحكي لكم على تاع 80 سنتيم. يعني القماش رايحين نحتاجو 140. يعني دائما احسبوا القياس تاع الماطله تاعكم باش تروحوا تشروا القماش وما يبقاش يتراب. انا راني جايبه حق المخده راح نديرها 50 سنتيم، يعني نشري 50 سنتيم تاع المخده ولا 55 ولا حتى 60 سنتيم. اذا كنت راح ديروا لها الكادغ تروح لكم 60 سنتيم تاع المخده. ولا اوس راني عطيت لكم القياسات. يعني كي ترفدي القياسات كل شيء راح يجيك سهل، مامك تولي راح تشري في القماش ما تحصليش فيه. انا القماش هذا العرض تاعو 2 مترات و40. يعني حنايا نحوسوا شحال نشرو العرض اعرض، فان شاء الله تكونوا فهمتوني. يلا نبداو نطبقوا في القماش نتاعنا. انا نفتح القماش تاعي نعاود نولي لكم. هنايا شوفوا اخواتي، هنايا دائما هاد لا ليزياغ هذه لا ليزياغ هي من لا ليزياغ هي العرض تاع القماش. وين رانا مقصين هنا وين راهو مقصص هنا، هذا هو الميطراج اللي نشروه حنايا، فهمتوني خواتاتي؟ يلا ندير القماش تاعي انايا هكذا. وهاوليكم اخواتي بعد ما سقمت القماش، شوفوا كيفاش راني مسقماتو. شوف هاكو تشوفوا خواتاتي كيفاش راني فاتحاتو كامل على الطابله، ها باش هكذا باش تشوفوا مليح. هنايا برك راني دايره باش يبان لكم التصوير. المهم اخواتاتي هنايا واش قصت؟ هنايا هاي لكم راني قايسه 140. هاي لكم راني قايسه 140. هنا واش راح ندير هنايا هكذا بالطبشور، ندير كاع هكذا باش نقصص ما نخرج والو، يعني باش القماش يبقى لي كاش ما ندير به هكذا خواتاتي. هاي لكم شوفوا هذا الطبشور راهو يعاونكم بزاف. هنا دوك راح نجيب المقص تاعي، والمقص خيرو مقص يكون مليح، ونبدا نقصص هكذا.
نكمل نقصص كاع واش نحتاج ونزيد نفهم خواتاتي في حاجه. القماش تاعي انايا كيفاش راني فصلته، ما فصلتوش يعني للطول، فصلته للعرض هكذا باش يكفينا وباش نستغلوا القماش تاعنا في مخده. وهنايا شوفوا اخواتي راني شاريه يعني هذا السامبل، يعني كيما تقصيه رايح يخرج لك ما فيهش يعني رشام ولا ورد ولا هذاك تاع الطروادي، هذاك شويه يجينا صعيب شويه في الفصاله، ولكن هذا تفصليه على العرض عادي جدا. انا نروح نقطع هذا باش نكمل معاكم الفصاله. هنا شوفوا خواتاتي بعد ما فصلت لاوس تاعي، يعني فصلتها من جهه باش ندير لها العرض نتاعها. هنا دوك واش ندير، نحكم الدرع اوس تاعي واش ندير له، نطويه على 4. شوف نطوي لاوس تاعي على 4، ما تقلقوش دوك نوري اخواتاتي. هنايا ابداو بهذو الصوالح، ومن بعد ان شاء الله اذا عجبكم لا فيديو راح ندير لخواتاتي كاع الطقم تاع المطبخ، ندير لخواتاتي كل حاجه اللي تطلبوها نديرها لخواتاتي بالتفصيل الممل. شوف هنا راني طويت القماش تاعي، ولازم القماش نتاعي يكون مسقم، يعني ماشي نخلي القماش تاعي انا هكذا هذه هنا وانا اللي ندور، ماشي القماش اللي يدور. كاين اخوات شتهم يخيطوا هي تقعد وتولي دير غير هكذا غير هكذا، لازم نكونوا واقفين ونكونوا مرتاحين هكذا باش الخياطه تاعنا تخرج اسواسو. شوف هنا راني طويت القماش تاعي على 4، ندير لكم هكذا. هنا شوفوا خواتاتي باه يبان لكم برك، هنا راني طاويته على 4. شوف هذا الاول، هذا الثاني، هذه ثالثه والرابعه، هاكو تشوف. هنا دوك واش ندير، نحكم المتر تاعي، نحكم المتر تاعي هذو هام ليكم كامل، نتاكد بلي القماش تاعي راهو كاع سوا ونبدا نقيس. هنا دوك واش راح نقيس خواتاتي، هنايا نروح نحكم المتر تاعي، ندير هكذا. شوف هنا برك نطايي القماش تاعي كي نصيبو هكذا شويه عوج، نطاييه باش يخرجوا لي القياسات ملاح. هنا راهو مسكم. هنا راح ندير 20. هنا هاي لكم 20 راكو تشوف، وندير نقطه، ندير هنايا 20 من الزاويه، نطلع ب20 هكذا، ندير هنا نقطه باش نتاكد برك بلي راني صحيحه. هنا نزيد نقيس 20، ندير نقطه، نزيد هنايا نطلع ب20، شفتوا خواتاتي؟ ها هاي ليكم، يعني هذا اللي رايحه نقصه. هاي 20 اسواسو. هنايا درك نبدا نقص، وعاودوا قيسوا وتاكدوا. انا راني نحاطه شويه مع الكاميرا وشويه مع التليفون ومع الميترا. هنايا لتيت برك مع الكاميرا، حسبت لي ماهوش يبان لكم، هنا عوجتو شويه. هنايا دوك واش راح ندير، هنا نقص. وانتوما خواتاتي حطوا في طابله تكون واسعه على هذه، واللي ما عندهاش طابله واسعه تحط ديريكت على الكالاج. شوفوا واش راني تحصلت. هذه تاع الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، هادو هما. دوك شروح خواتاتي ندير، نحكم لاوس تاعي، نفتحها ونبدا نجمع في هذو الكوانات تاع لاوس تاعي. شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه، راه هكذا من كل الجوانب. راكم تشوفوا خواتاتي. دوك شروح ندير، نبدا نخيط، ندير هكذا، خرجت لي اسواسو.
نبدا هنايا خواتاتي اللي عندها سيرجي، اللهم بارك، دير السيرجي. اللي ما عندهاش سيرجي كيما انايا واش راح دير؟ تخيطها على الوجه تاعها، تخيطها على الوجه تاعها. يا ربي نصف سنتيم برك، نخيط غير هكذا نصف سنتيم ولا اقل من نصف سنتيم، ومن بعد نعاود نقلبها ونخيط للداخل. تجي لا فينيسيون 100%، تجي لا فينيسيون ما شاء الله خواتاتي. ومن بعد نوريكم كيفاش ندير الاستيك. وهنايا شوفوا خواتاتي راني نخيط على الوجه نتاعها، بما انا ما عنديش السيرجي خيط على الوجه تاعها. شوفوا شحال راني ديت في الخياطه، شويه برك ما نكثروش لخاطر غير باش نفينيو الخدمه نتاعنا. شوفوا البيد بيش كيفاش راهو يمشي غير على الحافه نتاع القماش. شتو اخواتي، انا نكملها ونعاود نوريكم. وهنا شوفوا خواتاتي بعد ما خيطت على الوجه راكم تشوفوا هاوليكم الوجه تاع القماش وهذا القفا نتاع القماش. دوك خيطت انا على الوجه، دوك شو راح ندير؟ نروح ندخل هكذا، شوف نقلب ونخيطها ونعاود نوليكم. هنا شوفوا اخواتي هاي ليكم راح نخيط درك عادي على القفا تاعها والوجه تاعها. هاوليكم شوف راني مخيطه هنايا لداخل ياك خواتاتي، انا قلبت دوك كل شيء يجي على الداخل، حاجه ما تبان. هاي لكم شوفوا اخواتي هنايا بعد ما خيط، هنا خيطت لكم هكذا بالماغو باش تعرفوا كيفاش راهي الخياطه. شوفوا منا دوك نقلب لكم وتشوفوها معايا كيفاش راهي. وهاي لكم خواتاتي النتيجه نتاع الخياطه. ها شتو كل شيء راه باين وكل حاجه راهي يعني مفينيه فيها. هاي لكم للداخل كيفاش تخرج، يعني هذه للناس اللي ما عندهمش السيرجي. حبيباتي ما تنساونيش بالجيم بالاشتراك، انا نروح نكمل كاع الجوانب ونكفها ساير داير ونخلي بلاصه الالاستيك. هنا شوفوا خواتاتي بالنسبه للكفه ولا للعطفه كل واحد كيفاش يسميها، هنا نطوي واحد والواحد هذاك اللي هكذا على بر ونبدا نخيط خواتاتي. ودائما يدي نشد بها القماش هنا ويدي الاخرى نجبد بها القماش من اللور، يعني يدي اليسرى هنا من الامام ويدي اليمنى من الخلف. هذه خاصه درت هذا لا فيديو للمبتدئات. هاي لكم خواتاتي كيفاش النتيجه كيفاش جات. هاي لكم الدرا ولا اوس كيفاش، وهاي لكم الخده كيفاش خيطتها، درت لها ثاني الخده. شوفوا ما شاء الله الخياطه راهي واقفه، راكم تشوفوا فيها. هذا لا فيديو ان شاء الله خواتاتي يكون عجبكم وان شاء الله كنت فدتكم ولو بالقليل. ما تنسونيش بالجيم، ما تنسونيش بالبارطاج، والى فيديو قادم بحول الله.